تصريحات نارية ومن العيار الثقيل من ريان آيت نوري، وذلك عما يحدث داخل المنتخب الوطني، ومفاجآت بالجملة يكشفها لأول مرة، وما هو هدفهم في كأس الأمم الأفريقية وتصفيات المونديال. سنشاهد في هذا الفيديو ماذا قال آيت نوري بالتفصيل، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك منا كل جديد. أكد المدافع الخضر ونجم نادي ويلفرهامبتون الإنجليزي ريان آيت نوري بأن الأجواء في المنتخب الوطني أكثر من رائعة بين اللاعبين الذين يفضلون مصلحة الجزائر عن مصالحهم الشخصية. وأوضح آيت نوري في حوار مطول خاصة بها قناة تايم بو على اليوتيوب قائلا: صراحة أصحاب الخبرة استقبلونا جيدا في المجموعة وشرحوا لنا كيف تسير الأمور، مضيفا: صراحة لا توجد حسابات ضيقة ونحن هنا من أجل الجزائر وجئنا كلنا من أجل شيء واحد وهو تبديل القميص ومن أجل الشعب. وختم آيت نوري: سواء لعبت أو لا ستكون سعيدا وهناك تناسق بيننا، تراني أحيانا مع فارس شايبي وسارة مع رياض محرز ورامي بن تبعيني، وهدفنا هو التتويج بأمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم. هذا ما قاله ريان آيت نوري، والسلام عليكم ورحمة الله.